في العادي لما حد يقول لك يلا بينا ساحل تلقائيا كده بيجي في دماغك منظر الشمس، لون البحر، العصير والسهرات، الحفلات، الاشراط، الدلع، الكلام ده كله. بس انا لما بسمع كلمة الساحل دي تلقائيا كده جسمي بيقشعر، لان اللي حصل لي هناك ما كانش طبيعي ولا كان خيال ولا مجرد وهم. دي احداث حصلت بالفعل مع العبد لله، انا لحد يومنا هذا مش فاهمها ولا لقيت حد فاهمها، وهسألكوا دلوقتي ويا رب حد يفهمها. النهارده هحكي لكم عن اكبر تجربة رعب انا عشتها في حياتي، قلبت حياتي لمدة سنتين تقريبا لحد ما بدأت استوعب وبدأت افهم وبدأت اصدق كل حاجة بتحصل حواليا. سنة 2018 كانت سنة كرهي، او دي اخر سنة انا رحت فيها الساحل الشمالي. لو انت بتحب القصص الحقيقية دوس لايك وما تنساش تعمل السبسكرايب على القناة هنا، عشان عندنا فيديوهين في الاسبوع ومستني منك كومنتين. الكومنت الاولاني هو انك تشرح لي او تجيب لي تفسير للي حصل معايا. قصة النهاردة بدأت في صيف سنة 2018 لما واحد صاحبي قال لي يلا بينا ساحل، يلا بينا يا معلم. صاحبي ده انا قلت له ان انا هقول اسمك في الفيديو، فقال لي لا بالله عليك مش عارف ايه. فاسمه رمزي، ماشي سكك ويقص براحته ما يقص براحته، خلينا اقول اللي انا عايزه. رمزي ده كان عنده واحد صاحبه مسافر بره مصر، عنده شاليه في قرية ما في الساحل الشمالي. خدنا المفاتيح طلعنا على الساحل، دخلنا باب الشاليه. الشاليه طبعا كان شكله قديم جدا، صاحبه مسافر من اكتر من 8 سنين ومحدش دخله لمدة 8 سنين واحنا اول ناس ندخل، فتلقائيا او طبيعي كل حاجة اكيد هتكون متبهدلة، عفش، تراب، بهدله، كل ده هيكون موجود واحنا متقبلين الموضوع. لكن كان في ريحه صعبه، ريحه يعني مثلا مش قطه ميته، لا ده ريحه مش فاهمها لحد يومنا هذا، بس ريحه بتوصلك لمرحله انك بتتخنق. قلنا مش مشكله وقلنا كده كده هننضف، وجبنا الراجل اللي ماسك الامن في المكان وساعدنا في تنظيف الشاليه وروق معانا الدنيا، والريحه شبه اختفت لكن لسه موجوده. قبل ما نخش في الاكشن، قهوتك معاك؟ هل شربت القهوه ولا لسه؟ بعد ما خلصنا ترويق الشاليه قلنا بقى ايه، احنا نقعد شويه في الشاليه نسهر سهرتنا الجميله، نطلع الصبح بدري بعد الفجر ننزل البحر. ولكن من اول ليله حاجات غريبه جدا بدات تحصل. احنا بقى مطلعين السبرتايه واللب والقهوه والشاي، وبصوا قاعدين ظابطين القعده وبنضحك وبنهزر والتلفزيون شغال كل حاجه تمام. مره واحده النور قطع، والنور قطع مش في القريه، مش في الشارع اللي احنا فيه، قطع في الشارع اللي احنا فيه بس. خرجنا نشوف النور عند الناس شغال، النور قاطع. كلمنا الراجل بتاع الامن اللي موجود في القريه، قال لك النور شغال تمام مفيش اي مشكله. دخلنا نبص على الشاليه تاني لقيناه منور، لا اله الا الله، هو النور جه؟ النور قطع وجه؟ طب هل في قفله حصلت في الشاليه؟ حاجات كتير فكرنا فيها بس ما ركزناش، ما اهتمناش، ما حطيتش في بالي. وليه انا فاكر الواقعه دي؟ لان دي كانت الليله الاولى، دي كانت بدايه الاحداث الغريبه اللي حصلت معانا. انا لو النور بيقطع دلوقتي في اي وقت وانا قاعد ربنا يستر بطلع اتاكد او ابص من بلكونات او اتصل بالناس اللي حواليا، هل النور قاطع عندك؟ النور قاطع عند الناس كلها ولا عندي لوحدي؟ فاثناء النور لما كان قاطع الهدوء كان رهيب. شفت لما بتحس ان الدنيا هديت منك مره واحده، اللي هو يسمى هدوء ما قبل العاصفه. اكاد اجزم ان انا في الليله دي كنت سامع دقات قلبي من كميه الهدوء اللي كانت موجوده في المكان. تاني يوم طلعنا البحر، خلصنا واتغدينا وجينا ودخلنا الشاليه بتاعنا بنغير هدومنا، وقلنا ايه اول يوم تعبنا نريح النهارده ما نبذلش مجهود عشان ننبسط تالت يوم ونقعد براحتنا. رمزي قال لي انا هلبس واروح اجيب الغدا، وانا سبته وطلعت قعدت في البلكونه. بس وانا قاعد حسيت بحاجه بتزاولني، انا قاعد وشي للبحر، انا قاعد باصص من على الفيو بتاع الشاليه، ولكن ببص مره واحده احس ان في حاجه بتزاولني، ابص يمين ابص شمال، مره واحده ببص ورايا حسيت ان في عين بتبص لي في قلب الصاله، والعين كان شكلها مرعب لاننا كنا مطفين النور. طبعا اي شقه مصرفيه انت لازم تطفي النور عشان خاطر الدبان والناموس والكلام ده. فابص ورايا مره واحده اتصدم، لقيت العين دي بتنور كده، يا نهار اسود. قمت قايد النور وجاري على جوه، وانا داخل لقيت صاحبي ايه خارج من بره بيقول لي هو انت كنت واقف في الممر؟ قلت له ايه انا لسه داخل دلوقتي حالا من البلكونه، حتى لسه ما دخلتش الممر. قلت لك صاحبي ده ما بل مره واحده كده قال لي ايه ده انا لسه شايفك واقف هناك، لونه اتخطف. انا شفت الرمز ده وتخيلت ان لونه اتخطف، انت هتحس ان هو بقى هيكل عظمي حرفيا. في اللحظه دي اتاكدنا ان في حاجه غريبه بتحصل في قلب الشاليه ده، لدرجه ان انا رحت اجيب معاه الغدا، وكنا هنجيب الغدا ونرجع الشاليه، اتغدينا بره، ما رضيناش نرجع على الشاليه، رحنا كلنا في المطعم. حتى المطعم ده ما كانش فيه مكان او سفره او صاله ان احنا نقعد ناكل فيها، احنا وقفنا كلنا على العربيه. انا مش عايز ارجع الشاليه،
ايه اللي بيحصل؟ امبارح النور قطع والهدوء والرهيب والريحه الغريبه، النهارده الاقي صاحبي يقول لي انت كنت في الممر، انا بص ورايا اشوف نور او عين بتبص لي في قلب الصاله. زي الفل. تالت ليله بقى انا سمعت صوت كوبايات كتير بتتكسر في المطبخ، وفعلا في الليله التالتة دي لما قمت من النوم ورحت المطبخ عشان اشوف فيه ايه بسرعه، ببص لقيت كوبايه مكسوره. ما كانش فيه كوبايات على المطبخ، ما كانش فيه كوبايات على الرخامه، الكوبايه كانت جوه الضرفه بتاعه المطبخ. خرجت ازاي؟ مين اللي وقعها؟ وايه صوت الازاز الكتير اللي احنا سمعناه ده؟ مش صوت كسر كوبايه واحده، ده انت تحس ان واحد جاب عزال عروسه كامل وقعد يكسر فيه. ده الصوت اللي احنا سمعناه حرفيا. واحنا بننضف مكان الكوبايه اللي اتكسرت عشان محدش رجليه تتعور، سمعنا خبطه باب الاوضه. مش خبطه عاديه، ده واحد كانه بيتخانق، الباب رزع رزعه جبارة. جرينا بسرعة نشوف في ايه، بنبص على باب الأوضة مفيش أي حاجة، الدنيا ضلمة، حتى الشبابيك مقفولة. عشان أقول لك هو اللي قفل الباب أو هو اللي هبد الباب كده، لا مش هوا، لأن احنا كنا مقفلين جامد جدا عشان الناموس. أنا ببص لصاحبي مستغرب في ايه اللي حصل، مين اللي قفل الباب، مين اللي عمل كده. مرة واحدة حسيت بصوت نفس سخن في قفايا، حد بيتنفس في قفا. انا سامع النفس، حاسس بالنفس، واول ما لفيت وشي لا حياه لمن تنادي، مفيش حد. هنا بقى انا اتاكدت وبصمت بالعشره ان المكان ده عليا النعمه ما قاعد فيه تاني. ودي كانت الليله الاخيره، وانا قلت اول ما الشمس ما تشقشق هندور عربيتنا ونرجع على القاهره طوالي، مش هنقعد تاني في الساحل. الساعه 3 بالليل انا صحيت من النوم جري على الصاله، انا سامع صوت صريخ جاي من كل الاوض. الصوت جاي من اوضه معينه او من المطبخ او من الحمام، كل الاوض فيها نفس الصريخ، مش صريخ واحد بيتكرر، هو نفس الصريخ ولكن هنا بتون وهنا بتون. انا سامع حاجات غريبه بتحصل، شخص واحد بيصرخ ولكن في كل الاوض دي. طلعت الصاله مفيش حاجه، كل الاوض مفيش حاجه، افتح الشبابيك مفيش حاجه، حتى الناس حوالينا كلهم نايمين، لاننا كنا في اوائل شهر 7 وكان لسه الثانويه العامه ما خلصتش، فالناس كلها ما كانتش لسه طلعت على الساحل، اللي هو احنا كنا رايحين قبل الزحمه. ببص فين رمزي، رمزي فين، رمزي فين. مره واحده سمع صوته جاي من الحمام، اخبط عليه يا رمزي يا رمزي يا رمزي. رمزي عمال يصرخ ويقول لي خرجني، مش عارف افتح الباب، الحقني الحق، فاهم يعني؟ مش حاجه، انا هعمل ايه؟ انا واقف لوحدي واسمع حاجات غريبه وبشوف، انا بعمل ايه؟ انا ناقص اعملها على نفسي. والتوتر بقى ماليني الوقت وانا مش عارف. مره واحده لقيت لك الباب اتفتح لوحده، الباب كانش عايز يتفتح، الباب ما كانش فيه مفتاح، الباب ما كانش فيه ترباس من جوه، الباب ما كانش عايز يفتح نهائي، ومره واحده وبكل سهوله الباب اتفتح لوحده. لقيت لك رمزي خارج ملط من الحمام حرفيا وبيحضني بيقول لي الحقني، حد كان ماسكني من رجلي، مش قادر اتنفس، وحد كان بيشدني في البانيو. مساء الفل، في ايه؟ طب انت كنت في الحمام؟ قال لي انا كنت نايم. نعم انا كنت نايم. انت بتقولي ايه؟ صاحبي ده مش من نوع الناس الجبانه او الناس اللي بتخاف بسهوله، منظره خوفني اكتر ما انا كنت مرعوب اصلا. قلت له على الطلاق لا مش حالا من الشاليه ده، عليا النعمه ما انا قاعد فيه دقيقه تاني، شكرا على كده. بص هدومي اللي في الاوضه انا سبتها، انا كان في هدوم في الصاله خدتها على ايدي كده رميتها في العربيه وما دخلتش الاوضه، مش هخش الاوضه. صاحبي ما فرقتوش، صاحبي لبسه كان في اوضته، لبس لبسي عشان هو مش هيخش الاوضه يجيب اللبس بتاعه. مش واثقين اذا كنا هنخش الاوضه هنعرف نخرج ولا لا. اول ما فتحنا باب الشاليه وخرجنا نجري على العربيه كان في هوا جامد، الهوا وقف مره واحده. انت فاهم يعني ايه؟ مره واحده الدنيا بقت هدوء وسمعنا صوت واحد في ودننا بيقول ما ترجعوش تاني، بنفس الطريقه وكأن حد بيقول الكلام ده في ودننا، مش ودن الواحد. يا ابني سمعت؟ قال لك اه سمعت. ما ترجعوش عليا النعمه حاضر حاضر والله ما هنرجع. وخدنا بعضنا وضغطنا العربيه كانت بتعوق في الضوء. المره دي العربيه اول ما عملت كده العربيه ضربت في لحظتها. انت مستوعب؟ هو بيقول لك غور، ما تجيش عندنا، مش عايزينك في الشاليه بتاعنا. ليه انا بحكي لكم القصه دي؟ لان احنا في الصيف، فانا اصحابي كتير بيكلموني يلا بينا ساحل، يلا بينا نساحل، يلا نغير الجو، يلا نروح يومين. اللي بقى في قريه عاليه، اللي في قريه تعبانه، اللي في قريه متوسطه، اللي في الساحل الطيب، اللي في الساحل الشرير. ليه اصحاب كتير الحمد لله وكلهم عايزيني اطلع معاهم. فانت مستوعب انا برفض بحجه ايه؟ فانا عايزك في الكومنتات دلوقتي بعد اذنك تقول لي ده اسمه ايه؟ ده رقم 1. رقم 2، حصل معاك حاجة زي دي قبل كده؟ رقم 3، لو انت مكاني في نفس الموقف ده كنت هتكمل اليوم التاني التالت؟ كنت هتقعد براحتك؟ صاحب الشاليه مش موجود، الشاليه يعتبر ملكك، الشاليه ده موجود لحد النهاردة. هل كنت هتروح الشاليه ده تاني؟ هل كنت هتفكر فيه اصلا تاني؟ طب هل هتفكر تروح الساحل الشمالي كله؟ ولا انا بقى عندي فوبيا اسمها الساحل؟ انا بقى من ساعتها لحد النهارده دايما بزاول نفسي، هل اللي حصل ده حقيقة؟ طب هل كان حلم؟ طب هل دي تهيؤات جات لي؟
طب هل ده حاجة طبيعية؟ عايز اقول لك ان انا بعد فترة كبيرة عقبال ما قدرت ارتب لك الاحداث باللي انا حكيتها لك دلوقتي. المهم لو القصة دي عجبتك انا مش عايزك تنسى اللايك بتاعك الجميل، وما تنساش انك تعمل سبسكرايب وتابعني على الانستا، لان هناك بنزل ريلزات وبنتكلم في مواضيع وعندنا ستوريات حماسية بشكل مستمر. وكالعادة احنا مكملين بفيديوهين اسبوعيا عشان نبسطكم ونروق عليكم. فهل واجب ادعمني باللايك والاشتراك ودلع اخوك الدولي. مسا عليك، سلام.